النهارده اتعملت قرعة دوري السوبر الافريقي او السوبر ليج الافريقي، البطولة اللي بتقام لاول مرة في افريقيا. طريق الاهلي للوصول للمباراة النهائية صعب للامانة، كمان طريق صن داونز للوصول للمباراة النهائية صعب برضه. طيب تعالى كده نشوف القرعة جابت مين مع مين، ونتوقع كمان الفرق اللي هتصعد، وكمان هنحلل الفرق اللي هتواجه النادي الاهلي، وهقول لك ليه الاهلي طريقه صعب. الاهلي هيلعب قدام سيمبا التنزاني، وصن داونز قدام بيترو اتلتيكو، والوداد قدام انيمبا النيجيري، والترجي قدام مازيمبي. الاهلي هيلعب المباراة الافتتاحية قدام سيمبا في ملعب من اشهر 5 ملاعب في افريقيا، وعموما المباراة الافتتاحية بتكون صعبة حتى لو بتلاعب فريق صغير، وغير كده ان الملعب بيكون الحضور الجماهيري فيه رهيب. مباراة الذهاب هتكون 20 اكتوبر والعودة 24 اكتوبر. تعال اكلمك كده عن فريق سيمبا التنزاني، واستنى علشان اقول لك توقعاتي مين هيوصل النهائي ان شاء الله. سيمبا من الفرق اللي دعمت الموسم ده بقوة، يعني مش فريق سهل هتفوز عليه 3 ولا 4 وخلاص. عاوز تعرف سيمبا قوي ولا ضعيف؟ سيمبا الموسم الماضي كان هو اقوى خط هجوم في الدوري التنزاني، وكمان كان اقوى خط دفاع، بس سيمبا احتل المركز الثاني في الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 5 نقط عن المركز الاول يانج افريكانز. نادي سيمبا دعم الموسم ده ب 13 صفقة، منهم لعيبة مغربية ولاعيبة من الكاميرون ولاعيبة من الكوديفوار وكمان لعيبة من الكونغو الديمقراطية، وطبعا دعم بأهم لاعب بالنسبة لهم هو لويس ميكيسوني. سيمبا الموسم الماضي كان مشارك في الكونفدرالية واحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ولعب في ربع النهائي قدام فريق صعب زي اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، وكسبهم في اول مباراة، بس في تاني مباراة لعبوا ضربات جزاء وفاز فريق اورلاندو. طيب كل الكلام ده حلو طبعا، بس انت هنا هتلاعب افضل فريق في افريقيا وهو الاهلي المصري. توقعاتي ان الاهلي هيعدي من المباراة دي، بس هيعدي بصعوبة. يعني ايه بصعوبة؟ يعني مش هيفوز على النادي ده 3 ولا 4، لا ان شاء الله هيفوز، بس هيعاني في المباراة. تاني مواجهة بقى وهي مواجهة صن داونز وبيترو اتلتيكو، من اصعب المواجهات برضو، وده لان زي ما قلت لك في فيديو قبل كده كنت برضو عامله عن القرعة، ان افضل فريق في التصنيف التاني هو بيترو اتلتيكو، ويجي بعده سيمبا، لان بيترو اتلتيكو جاب صفقات كتيرة قوي برازيلية وجاب صفقات برتغالية، وزي ما قلت لك هي مش لاعيبة سوبر، بس لاعيبة بتلعب كورة، يعني تزهقك كده من الاخر، وكمان تقدر تكسبك عادي لو التيم كله فايق. فريق كده ملهوش امان. لو بيترو اتلتيكو كان هيلعب فرقة تانية غير صن داونز او النادي الاهلي كنت قلت لك ان هو هيتأهل، يعني لو كان هيواجه فرقة زي الوداد او الترجي كنت هتوقع فوزه عليهم، بس انا هتوقع فوز صن داونز على بيترو اتلتيكو، وشايفها اصعب مباراة في الدور ده هي مباراة صن داونز وبيترو اتلتيكو. عموما انا شايف ان اقوى 3 اندية في البطولة دي الاهلي وصن داونز، وبالنسبة لي وجهة نظري بيترو اتلتيكو هو الثالث بتاعهم، يعني افضل من الترجي والوداد حاليا. ولو كان بيترو اتلتيكو هيواجه الترجي او الوداد زي ما قلت لك كنت هرشحها للوصول لمباراة نصف النهائي، بس للاسف وقعت قدام فريق صن داونز. نروح لثالث مباراة وهي مباراة الوداد وانيمبا. اسهل فريق في البطولة هو فريق انيمبا، وانا شرحت لك كل حاجة عنه. طبعا فريق ضعيف مستواه ما يأهلهوش ان هو يشارك في البطولة دي، بس التصنيف طبعا وان ما ينفعش يكون فرقتين من نفس الدولة في نفس البطولة ده اللي خلى فريق زي انيمبا يشارك. مباراة سهلة للوداد، وللاسف الوداد هيفوز بنتيجة كبيرة، وهنسمع بقى اخبار ان الوداد هياكل الاخضر واليابس في البطولة، وهو في الاساس الوداد مش فريق مرعب ولا حاجة، بس خلينا برضو نتوقع ان الوداد هيعدي بسهولة. اما المباراة الرابعة هتكون بين الترجي ومازيمبي، وزي ما قلت لك ان مازيمبي فريق تحت المتوسط، وكمان الترجي مستواه بقى ضعيف قوي. من اضعف المباريات في البطولة وهي مباراة الترجي ومازيمبي، وده لان مازيمبي من اضعف الفرق في التصنيف الثاني والترجي من اضعف الفرق في التصنيف الاول. اتوقع فوز الترجي عادي، وده لان مازيمبي ما عندوش لعيبة خالص تقدر انها تكسب فرقة زي الترجي، مهما كان الترجي ضعيف بس برضه يقدر ان هو يفوز. كده بقى عندنا في نصف النهائي مباراة الاهلي وصن داونز، مباراة هتكون هي الافضل في البطولة من وجهة نظري، مباراة فعلا نارية وصعب تتوقع مين هيعدي، وده لان صن داونز عامل صفقات كبيرة قوي، والاهلي على الورق هو اقوى، بس ما تضمنش هجمات صن داونز هتكون عاملة ازاي، وظروف المباراة هتكون برضك عاملة ازاي. فريقين هم الاقوى في افريقيا حاليا. صن داونز الموسم الماضي في دوري ابطال افريقيا كان المرشح الاول ان هو ياخد البطولة، وده بعد ما فاز على النادي الاهلي بخماسية، وحتى في مباراة الوداد كان عامل ماتش كويس قوي لولا الاخطاء الدفاعية. الموسم الماضي لعب في الدوري الجنوب افريقي 30 مباراة، فاز في 21 وتعادل في 7 وخسر في 2، وقدر ياخد الدوري الجنوب افريقي. كمان الموسم الحالي عامل فريق مرعب قوي، ولعب في الدوري 6 مباريات، فاز في ال6 مباريات كلهم وحصل على 18 نقطة وسجل 13 هدف وجي فيه هدفين 2 بس اتوقع فوز الاهلي، وده لان كولر واللعيبة والادارة حاطين البطولة دي هي رقم 1 زي ما قلت لك بسبب
بسبب جوائزها وبسبب ان الاهلي عاوز يكون اول بطل ليها باذن الله. مباراة نصف النهائي هتبقى يوم 29 اكتوبر والعودة اول نوفمبر. اما في المباراة التانية بقى هيكون الترجي والوداد. شايف ان الوداد افضل حاليا وعامل صفقات كويسة. الترجي كمان برضو عامل صفقات كويسة، جايب لعيبة برازيلية، بس انا شايف ان الوداد اجهز دلوقتي. حتى في البطولة العربية ظهر ده. هو عموما الاتنين عملوا اداء زفت وخرجوا الاتنين من البطولة من دور المجموعات، بس شايف ان الوداد هو اللي هيعدي وهيكسب، علشان بقى يتكرر نفس سيناريو بطولة دوري ابطال افريقيا، الاهلي والوداد في النهائي. مباراة الذهاب هتكون 5 نوفمبر والعودة 12 نوفمبر. مباراة صعب انك انت تتوقعها. هو الاهلي عموما كتيم وكمدرب وكإدارة واستقرار هو الاجهز وهو الافضل، بس في ارضية الملعب وفي النهائيات قدام فريق كبير كل ده بيتشال. الفريق اللي مركز هو اللي بيقدر يخطف البطولة. الوداد الموسم الماضي خسر الدوري بفارق نقطة، لعب 30 مباراة فاز في 20 وتعادل في 7 وخسر في 3، والموسم الحالي لعب مباراة لحد دلوقتي خسرها قدام الفتح الرباطي بنتيجة 2-0. مش هقدر اتوقع مين اللي هيكسب طبعا في النهائي، زي ما قلت لك بتبقى على حسب ظروف المباراة، بس اتمناها للاهلي طبعا. بطولة اضافية هتجيب لك رقم تاريخي في الخزنة بتاعتك. 6 مليون دولار ده مش رقم صغير، هيخليك تعمل حاجات كتيرة قوي. وزي ما قلت لك الاهم من الفلوس ان باذن الله النادي الاهلي يكون اول بطل للبطولة دي، حاجة للتاريخ طبعا. وبكده يكون الفيديو خلص. يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وما تنساش بقى اهم حاجة تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.